مساء الخير، السلام عليكم كلكم. بونسوار غزول في اللون. انا رايح نحترم المنهجيه اللي اتفقنا عليها واللي قلت واللي قررتوها انتم، يعني وهي كلمات مختصرات ورسائل مختصره، دي ميساج تري سوكسان qui soient directs, clairs et des prises de position nettes quant à la situation du pays. النقطة الأولى اللي أنا نتكلم فيها أنني نترحم على كل شهدائنا في الجزائر، ومنهم شهداء الثورة الشعبية السلمية. نتذكر الجرحى، نتذكر كل المعتقلين السابقين والحاليين، ونتذكر كل عائلاتهم، ونقول لهم بأنه مستحيل أننا نتخلى عن كل عضو في هذه العائلة الكبيرة اللي هي الشعب، اللي هي جزء من الثورة الشعبية السلمية البيضاء. هذه الرسالة الأولى، خاصة ونحن في أسبوع نترحم فيه على أرواح كبار، رجال كبار في تاريخ الحركة الوطنية وتاريخ التحرير ومرحلة ما بعد الاستقلال في النضال السياسي والمقاومة الديمقراطية. وأذكر بعض الأسماء اللي رانا هذه الأسبوع في ذكراهم: المرحوم الفقيد المناضل الكبير والسياسي الكبير والمعارض الكبير أيت أحمد رحمة الله عليه. عندنا أيضا فرحات عباس رحمة الله عليه، كقيادي في ثوري، كمناضل سياسي كبير، كشخصية وطنية طرحت فكر وبدائل ورؤية للجزائر. وطبعا وما ننساوش أننا اليوم في ذكرى اغتيال سياسي لفرحات لبان رمضان رحمة الله عليه. طبعا ومن خلال هذه الشخصيات الثلاث نتذكر كل شخصياتنا الأخرى، وآخرهم في المسار النضالي فقيدنا المجاهد الرائد الأخضر بورقعة. إذن احنا لن ننسى كل هؤلاء، ونحن نتحمل مسؤولية الدفاع عن ذاكرة عن هؤلاء جميعا، ذاكرتهم، مساراتهم، تاريخهم، وأيضا نتحمل مسؤولية الدفاع عن كل معتقلي الرأي والمساجين السياسيين في الجزائر، بالإضافة إلى عائلتهم، حتى لا يشعر أيا كان بأنه بمفرده في مقاومة هذا النظام الظالم، هذا النظام الطغيان إلى آخره. النقطة الثانية، رسالة واضحة إلى الجيش، لا لبس فيها. حان الوقت أن يكون الجيش القوات المسلحة وعلى رأسها القيادات، حان الوقت أن يتحول الجيش الجزائري أو القوات المسلحة الجزائرية إلى قوات مسلحة جمهورية. Il est temps que l'armée algérienne devienne réellement une armée républicaine. وحينما أتحدث عن جيش جمهوري، une armée républicaine، بمعنى تحترم فعلا سيادة الشعب، شرعية الشعب، مرجعية الشعب. وحان الوقت أن يكون الجيش، قيادات الجيش والجيش في حد ذاته اللي هو المسؤول الأول والمباشر عن الأزمة والعطب التاريخي، la crise et la panne historique que connaît l'Algérie depuis avant même l'indépendance à travers ces contre-révolutions. الجيش مع حزب جبهة التحرير الوطني في التاريخ شكل ثورة مضادة ضد ميلاد الدولة الوطنية، contre la naissance de l'État national، وضد ميلاد مجتمع حقيقي في الجزائر يمكن أن يساهم مباشرة في عملية الإقلاع والإنماء الحضاري في الجزائر. إذن حان الوقت أن الجيش يتحمل مسؤوليته التاريخية، وحان الوقت أنه يعكس من خلال اسمه وتسميته الجيش الوطني الشعبي، حان الوقت أنه يعكس هذه التسمية ولا يبقى عائقا ويستمر في الثورة المضادة، ويستمر في إجهاض ميلاد الدولة، في إجهاض ميلاد المجتمع، في إجهاض ميلاد اللحظة التاريخية للانتقال الديمقراطي، وفي معاداة إرادة الشعب من حيث الشرعية ومن حيث السيادة. حينما أقول هذه المسؤولية التاريخية للجيش، أقولها بالمقارنة أيضا إلى نفسه، لأن الخطر اليوم ليس فقط على المجتمع، وليس فقط على مشروع بناء دولة القانون والعدل والمؤسسات، وليس فقط ضد الانتقال الديمقراطي إلى ديمقراطية فعلية، ولكن هذه السلوكيات التاريخية المتكررة التي تشكل ثورة مضادة تلخصها هذه القيادات التي ولدت في ثقافة الانقلابات وثقافة العصبوية التي انتجت عصابات كبيرة جدا في هذه البلاد تحت حماية القوات المسلحة.
حان الوقت أن يفهم الجيش نفسه أن هذا السلوك وهذه الممارسات هي ضد الجيش الوطني الشعبي نفسه، وهي خطر حقيقي على الجيش الوطني الشعبي نفسه، وهي خطر على أمن البلاد أرضا وشعبا. إذا الرسالة واضحة لتحميل المسؤولية التاريخية، ولأيضا تحويل التفكير والذهنية la mentalité militarisée, cette militarisée putschiste, il faudrait qu'elle change parce qu'elle est non seulement un blocage contre la naissance de l'État, de la société, d'une république, d'une démocratie en Algérie, mais elle est devenue un facteur très dangereux contre l'armée elle-même. هذه الرسالة واضحة للجيش للقوات المسلحة اللي هي محتاجة اليوم أنها أيضا تتحول إلى مؤسسة كما المجتمع السياسي في الجزائر الذي يجب أن يتمأسس. Il faudrait qu'on arrive à traduire l'ensemble des valeurs pour lesquelles militent l'ensemble des Algériens, à vouloir institutionnaliser, à vouloir donner un sens et une orientation politique. Il est nécessaire au jour d'aujourd'hui que cette armée, ces forces armées s'institutionnalisent et deviennent réellement des forces armées républicaines. النقطة الثالثة نوجهها مباشرة إلى السيد تبون. Monsieur Tebboune, Seyid Tebboune, Gaïd Salah a pensé que vous étiez une solution pour lui-même. Vous êtes devenu un problème pour l'Algérie. السيد قايد صالح كان يعتقد بأنك ستكون حل بالنسبة له هو في إرادته السياسية هو، فإذا بك أصبحت أنت مشكلة وأزمة بالنسبة للجزائر. أنت مريض ولكن الجزائر مريضة أكثر منك، فرجاء أن يتخذ كل واحد مسؤوليته التاريخية، وأن لا يكون عبء على الجزائر، وأن يكون في مستوى التحديات القادمة، لأن مستقبلك السياسي انتهى رمزيا اخلاقيا وكذلك ماديا على اعتبار الوضع الصحي نتاعك. حان الوقت ان نكون جديين وان ننطلق بجديه وتحميل المسؤوليه سواء للهيئات او للاشخاص او للمسؤولين، مسؤوليه مباشره عن هذا العطب التاريخي، عن هذا الانسداد الحقيقي الذي تعرفه البلاد. وبينك وبين الجيش يجب ان نفهم بان الجزائر اكبر من الرئيس، والجزائر أكبر من قيادة الجيش، والجزائر أكبر من أي كان من فينا، وبالتالي علينا أن نختار. والجيش هنا كما تبون عليكم أن تفهموا بأن مستقبل الجزائر في خطر، وبالتالي عليكم أن تفضلوا عن تختاروا بين دفاعكم عن النظام واستمرار النظام وإمكانية ميلاد جزائر جديدة بالفعل، جزائر التغيير الحقيقي، جزائر الأفكار، جزائر البدائل، جزائر الوجوه الجديدة، جزائر الإقلاع، جزائر الاتجاهات المستقبلية للحضارة الإنسانية. بارك الله فيك. النقطة الثالثة بوضوح، النقطة الثالثة والرسالة الرابعة والموجهة للثورة الشعبية، للثورة الشعبية البيضاء، وفيها نقطتان. النقطة الأولى، علينا أن نركز على الثورة الشعبية وكيفية بناء ميزان قوة، والثورة الشعبية لن تتوقف مهما كانت المبررات التي يستعملها النظام فيما يتعلق بأزمة الكورونا أو غيرها. ونحن نتمنى من الجزائريين أن يحذروا ويمارسوا على نفسهم ثقافة الوقاية حتى نتجنب مثل هذه الكوارث البيئية المتعلقة بالوباء، وباء الكورونا. لكن الثورة الشعبية ستستمر، ولكن ستستمر بفكر جديد، برؤية جديدة في مرحلتها القادمة من خلال بناء ميزان قوة. وفي النقطة الثانية التي أريد أن أبلغها للنشطاء، انتهت فكرة الملاسنات والتخوينات والحروب الدونكيشوتية وكذلك التهم والتخوين. علينا أن نتجاوز مثل كل هذه الأشياء، ولا نحول الصراع من صراع شعب ضد نظام حكم يريد أن يغيره جذريا إلى من صراع عمودي إلى صراع أفقي. نحن نريد للصراع أن يكون صراعا مع النظام من أجل تغييره جذريا، ولا يمكن أن يكون صراعا بين أفراد لأسباب مرضية، لأسباب شخصية، لأسباب مزاجية، لأسباب شبه إيديولوجية، لأن في الجزائر لم نرتقي بعد إلى مستوى الإيديولوجيات. الرسالة الأخرى التي أريد أن أختم بها هي رسالة موجهة إلى الجالية الجزائرية، وأنتم جزء منها في الخارج.
أنتم سفراء الثورة الشعبية في العالم، أنتم صوتنا في العالم. استمروا في النضال، ولكن عليكم أن تستفيدوا من تجارب الأمم التي تعيشون فيها. عليكم أن تعلمونا وأن تنقلوا إلينا تجارب الأمم في الحريات، في بناء الأمم، في بناء الاقتصاديات، في التقنيات، في التكنولوجيات، في ثقافة التعايش، في ثقافة الديمقراطية، في التسامح، في المواطنة، في كل القيم الإنسانية الجميلة التي تعيشونها في البلدان التي أنتم فيها، سواء في أوروبا أو في أمريكا الشمالية أو في أي مكان من العالم يحترم كرامة الإنسان وحقوق الإنسان والمؤسسات والديمقراطية والشرعية. النداء في الجملة الأخيرة أوجه نداء لكل الجزائريين الغيورين المتمسكين بالثورة الشعبية والذين ليسوا مستعدين للتنازل عن الثورة الشعبية من أجل تغيير جذري. أنادي كل النشطاء، كل الوجوه، كل المثقفين، كل المفكرين، كل أصحاب الأطروحات، كل أصحاب المبادرات، أناديهم جميعا أن نلتقي جميعا لنفكر سويا تفكيرا جماعيا، لنعمل في الحراك والثورة الشعبية جماعيا، ولننتج معا بدائل جماعية من أجل ليس فقط تجاوز النظام وتغيير النظام جذريا، ولكن لإحداث قطائع وثورات حقيقية في منظوماتنا الذهنية والنفسية، وبناء مجتمع جزائري يتوافق ودولة القانون، يتوافق والمؤسسات الديمقراطية، يتوافق والمواطنة، يتوافق وتحديات القرن ال21. نداء إلى كل الإرادات الفردية والجماعية للعمل الجماعي، التفكير الجماعي، حماية الثورة الشعبية السلمية البيضاء، والانتقال بالجزائر إلى المستوى الثاني من الصراع، صراع وجودي بين نظام متهالك وبين يصنع الموت وبين مجتمع يبحث عن الحياة. وتلك هي رسالة الثورة، تلك هي رسالة النضال، كيف نصنع الحياة في القرن ال21. وصل الميساج. بارك الله فيك سي فوديد.